استغفر الله العظيم. حتى من أقدس مكان عند المسلمين وأقدس مكان على الأرض وقبلة المسلمين وركن من أركان الإسلام لم يسلم من خبثكم ومن حقدكم ومن شركم. كل هذا لماذا؟ لأنكم حاقدين على شيء اسمه السعودية وحاقدين على شيء اسمه آل سعود، رغم أن الحقيقة تقول، وهذه حقيقة، شاء من شاء وأبى من أبى. من يوم ما رفع إبراهيم القواعد إلى يومنا هذا فخير من خدم الحرمين الشريفين هم آل سعود، وهذه حقيقة نعيشها وعشناها ونراها، والمسلمين على وجه البسيطة كلهم يشهدون بذلك. نعم، الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات حمل آل سعود أمانة خدمة الحرمين الشريفين، وكانوا قد هذه الأمانة هذه وتحملوها وقدموا ما قدموا ويقدمون وسوف يقدمون لضيوف الرحمن. عيب أنكم تقولون يبيعون الحصى على الحجاج، والله لا عيب، عيب عيب. يعني جات على الحصى يقدم بالمجان، يقدم بالمجان. أنا من الناس اللي حجيت جاني حصى أكياس بتاع الحصى جاتني، كانوا يوزعونها علينا، أعتقد في منن كانوا يوزعون علينا أكياس الحصى هذه، وتجي تقولوا يبيعون الحصى على الحجاج. ليش؟ لأنكم حاقدين على السعودية وحاقدين على آل سعود. في قلوبكم مرض فزادكم الله مرضا. كيف ما قلت، الله سبحانه وتعالى حمل آل سعود أمانة خدمة الحرمين الشريفين، وهذا شرف لهم، وكانوا قد هذه الأمانة وقدروا هذه الأمانة اللي الله حمل لهم إياها، قدروها حق تقدير، وقدموا ويقدمون وسوف يقدمون ما يقدمون لضيوف الرحمن. الحمد لله الخدمات كلها متوفرة من الألف إلى الياء. أما أنك تقول الحج يضر أموال على السعودية، أي أموال يضر عليها؟ أي أموال الحجاج تذهب كلها في الخدمات وفي حملات وفي أصحاب الحملات. ماذا تستفيد السعودية من أموال الحجاج؟ حتى لو استفادت شيء يكون قليلا، لا يكفي حتى لفاتورة شهر كهرباء للحرمين الشريفين التي تقدر بمئات الملايين من الريالات. زيد على ذلك الصيانة، وزيد على ذلك أعمال التوسعة والبناء، وزيد على ذلك الخدمات النظافة، وزيد وزيد وزيد. هذا تسخير من الله رب العالمين، تسخير من الله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى حمل آل سعود أمانة وقدروا هذه الأمانة وقاموا بالواجب ويقومون بالواجب تجاه إخوانهم المسلمين، لأنها ليست أمانة، يعني ليست بالسهلة، فقدروا هذه الأمانة حق تقدير. بدل ما تشكروا آل سعود قاعدين تأولوا عليهم وتخرجوا عليهم أخبار زائفة وتحاولوا تضربوا فيهم وتحاولوا تسيئوا لهم. بالعكس، يجب أن نشكرهم كمسلمين وأن ندعي لهم فيما قدموه ويقدمونه لضيوف الرحمن. شكرا السعودية، شكرا آل سعود، والسلام.